في عالم مليان دوشة والسرعة والضغوط من كل اتجاه، بقى النوم العميق مش بس راحة، بقى حلم ناس كتير بتجري وراه ومش عارفة توصله. يمكن تكون انت واحد منهم، بتقعد على السرير بالليل تلف شمال ويمين والمخ شغال كأنه كمبيوتر مش راضي يفصل. تفكر في اللي فات واللي جاي واللي ممكن ما يجيش أصلا، تغمض عينك وتفتحها تاني والليل بيخلص والجسم لسه تعبان والعقل مش مرتاح. بس الحقيقة إن النوم العميق مش صدفة. النوم العميق عادة ومجموعة خطوات بسيطة لو التزمت بيها هتكتشف إن جسمك ممكن ينام بعمق زي الأطفال حتى وسط دوشة الحياة. في الفيديو ده هنمشي سوا بهدوء ونحكي عن 7 نصايح لو طبقتهم بضمير هتنام نوم مش بس عميق، لا، نوم يشفيك، نوم يرجعك بني آدم تاني. فاهدي وخد نفس وخلينا نبدأ. النصيحة الأولى: أفصل من الدنيا قبل النوم. في جملة بيقولوها دايما: زي ما تدخل اليوم كده تخرج منه. يعني لو قضيت آخر 2 ساعات من يومك في دوشة الموبايل والمشاكل والسوشيال ميديا، ما تستناش من دماغك تهدي فجأة. الدماغ زي أي جهاز لازم يهدأ تدريجيا. قبل ما تنام بساعة على الأقل حاول تفصل. ابعد عن الموبايل، خصوصا الضوء الأزرق اللي بيخدع المخ وبيخليه يفتكر إن لسه نهار. اقفل النوتيفيكيشنز واقعد مع نفسك شوية. ممكن تشرب مشروب دافي زي بيبوينج أو ينسون أو حتى كوباية لبن. اقفل النور العالي، شغل إضاءة دافية خفيفة، وساعتها هتحس إن جسمك بيبدأ يهدي لوحده، زي لما البحر يهدأ بعد موج كده بالظبط. النصيحة التانية: خلي أوضتك جنة للنوم. الأوضة اللي بتنام فيها مش مكان عادي، دي العالم اللي فيه جسمك بيصلح نفسه. كل صوت، كل نور، كل درجة حرارة بتفرق. لو المكان دوشة أو النور قوي المخ بيفضل صاحي. خلي الأوضة ضلمة بقدر الإمكان، لأن الضلمة بتخلي الجسم يفرز هرمون الميلاتونين، وده المسؤول عن إحساس النعاس العميق. خلي درجة الحرارة معتدلة، مش سخنة ولا ساقعة، واستخدم مفارش نظيفة وريحتها حلوة. كل التفاصيل الصغيرة دي بتبعت للمخ رسالة: دلوقتي وقت الراحة، وعقلك بيصدق الإشارات دي أكتر ما تتخيل. النصيحة الثالثة: أفصل المخ من التفكير قبل ما تنام. كتير مننا أول ما يحط دماغه على المخدة يبدأ المهرجان. قلت إيه للمدير؟ كان لازم أرد غير كده؟ بكرة هعمل إيه؟ فاتورة الكهرباء؟ مشروع الكلية؟ المخ ما بيسهتش. لكن الحقيقة إن النوم مش هيجي إلا لما تسكته بلطف. في طريقة بسيطة اسمها تفريغ الأفكار. هات ورقة وقلم قبل ما تنام بنص ساعة واكتب كل حاجة مضايقاك أو شاغلة بالك، مش عشان تحلها، لا، عشان تخرجها من دماغك. لما تكتب بتقول للمخ: خلاص الفكرة دي اتسجلت، مش محتاج تفكر فيها دلوقتي. وجرب تعمل شهيق وزفير ببطء 10 مرات وتركز على النفس مش الأفكار. هتحس إن الموجة بتعدي والمخ يهدأ والعين تقفل لوحدها. النصيحة الرابعة: خليك خفيف قبل النوم. كتير بيناموا بعد الأكل مباشرة، وده من أكتر الحاجات اللي بتخلي الجسم مش عارف يرتاح. المعدة لما تكون مليانة الجسم بيبقى في وضع هضم مش وضع نوم، وده يخلي النوم سطحي ومليان تقلب. جرب تاكل آخر وجبة قبل النوم بساعتين أو 3 وخليها خفيفة: زبادي، شوفان، موزة، حاجات تساعدك تهضم بسهولة. وابتعد تماما عن الكافيين خصوصا بعد العصر. القهوة والشاي والنسكافيه بيقعدوا في الدم ساعات وبيخدعوا المخ يخليه صاحي. خليك بسيط، جسمك مش محتاج طاقة قبل النوم، هو محتاج راحة. النصيحة الخامسة: ودع الموبايل بدري. الموبايل بقى هو العدو الأول للنوم العميق من غير مبالغة، مش بس علشان الضوء الأزرق لكن علشان المجهود الذهني اللي بيعمله. كل فيديو، كل خبر، كل إشعار بيشغل المخ من تاني. جرب تحدد ساعة حظر للموبايل، مثلا بعد الساعة 10 بالليل. خلاص مفيش سوشيال ميديا، بدلها حاجة هادية، كتاب خفيف، بودكاست مريح، أو حتى تقعد في الظلمة وتسمع موسيقى هادية. المخ هيشكرك. هتلاحظ إن أول ليلة صعبة، بس بعد كام يوم هتكتشف إن جسمك بدأ يطلب النوم تلقائي.
وده معناه إنك رجعت نظامك الطبيعي اللي التكنولوجيا سرقته منك. النصيحة السادسة: خليك نشيط طول اليوم. الناس اللي مش بتتحرك كفاية بتعاني في النوم. الجسم محتاج يحس إنه استخدم طاقته عشان يطلب الراحة. جرب تمشي نص ساعة في اليوم أو تلعب رياضة خفيفة، مش لازم جيم أو تمارين عنيفة، المهم الحركة. ولو قدرت تتعرض لشمس الصبح شوية حتى لو 10 دقايق هتساعد جسمك يظبط الساعة البيولوجية. الجسم محتاج يعرف إمتى نهار وإمتى ليل، والشمس الصبح بتقوله أصحى والظلمة بالليل بتقوله نام. بس من غير نشاط في النص المعادلة بتتلخبط والمخ يضيع بين الاتنين. النصيحة السابعة: ثبت مواعيد نومك وصحتك. أهم حاجة في النوم العميق مش عدد الساعات، الاستمرارية. يعني لو تنام النهاردة 12 وبكرة 4 الفجر وبعده 10 بالليل جسمك بيتلخبط. حاول تثبت ميعاد نوم وصحوة حتى في الويك اندد. خلي جسمك يتعود على روتين ثابت. بعد فترة هتلاقي إنك بتبدأ تحس بالنعاس في نفس الميعاد من غير منبه، وتصحي بنشاط من غير تعب. الساعة البيولوجية دي حاجة حقيقية جدا، وهي سر النوم العميق اللي ناس كتير مش واخدة بالها منه. النوم العميق مش رفاهية، ده العلاج الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا. في الوقت اللي بتنام فيه جسمك بيصلح الخلايا والمخ بينضف نفسه من السموم والمشاعر بتتهدي. عشان كده اللي بيحرم نفسه من النوم بيحرم نفسه من الحياة. 7 نصايح بس لو خدتهم جد هتكتشف ان النوم مش هروب من الواقع، ده عودة لنفسك. نام بدري، نام بدري واصحى مرتاح، وافتكر دايما ان اجمل لحظات الحياة هي اللي بيبدأ بيها يومك بعد نوم حقيقي.